القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، تفتكروا الحب كمل ولا مع الوقت هان؟ هو كان قلبه خام وقليل في الكلام، لسه صغير لكنه مليان وحدة وآلام. هي زينة البنات بضفيرة وفي يوم كات، ولا تعرف يعني ايه حب ولهفة وغرام. وقابلها في مرة صدفة اتبرجل لما شافها، ابتسمت بان كسوفها، احساس خطفها حوالي يومين وهتنساها. مش ده الحب اللي يعيش، انسيه، دي قلوبكم لسه بريئة ما بتحبيش. ده كلام من أقرب ناس لما حكوا الأنس معه، الحب ما كانش بإيدهم يعني عشان ينسوه. يشوفها مكان ما يروح في خياله مش بتروح، من شكله هتعرف انه حيران قلبه مجروح. هي قلبها مكسور ووحشها ومش بتقول، مش عارفة تنساه ولا وجع القلب ده هيتوب. وقابلها في مرة صدفة دمع أول ما شافها، باين في عينيها خوفها وفي بينهم ألف سور. ده يومين وهتنساها، مش ده الحب اللي يعيش، انسيه، بقلوبكم لسه بريئة ما بتحبيش. أيام عدت منسوش من وقت ما قالوا سلام، عمر القلب اللي يحب ما يرجع زي ما كان. القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، وجعوا قلوبهم عشان حبوا قبل الأوان. القصة واللي كان اتنين حبوا زمان، وجعوا قلوبهم عشان حبوا قبل الأوان. قال طارق الشناوي الناقد الفني: إن النجم عمرو دياب هو أذكى فنان استمر على القمة بعد وجود محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، قائلا: ذكاء عمرو دياب أنك لا تبتعد عن الناس، ولما بيجي عمرو ينتقي كلماته لا ينتقي كلمات بعيدة عن الناس. وأوضح طارق الشناوي خلال حوار ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسمن إبراهيم على قناة القاهرة والناس أن